مرحبا بكم في القناة مرة أخرى. اليوم غادي نصاوب معكم هذا العصير ديال السويهلة بالحامض والمذاق ديال النعناع. كيجي واحد العصير اللي زوين وسهل في التحضير وبواحد المذاق رائع. تبعوا معايا الطريقة وغادي نوريكم واحد المكونات الاقتصادية. أول حاجة غادي ناخذوا ورقات ديال النعناع، سويهلة، عصير ديال الحامضة، تمر مقطع باش غادي نحليه باش غادي يجي صحي، وقشور ديال الحامضة. اول حاجه غادي تشدوا هذوك التمر كما كتشوفوا، غادي تقطعوه طريفات صغار. نتوما الا كان عندكم السكري ديروه، انا عندي هذا التمر قطعته باش يسهل عليا الطحين ديالو في المورينيكس. صافي غادي تجيب واحد المورينيكس كما كتشوفوا، غادي نديروا هذاك التمر ديالنا قطع صغيره كما قطعناه. صافي وغادي نزيدوا له هذاك عصير ديال الحامضه، واحد القشور ديال هذيك الحامضه النيت، واحد 6 ديال الوريقات ولا 7 ديال النعناع. غادي نزيدوا على هذوك المكونات واحد الكاس ديال الماء. هذيك القرعه العصير اللي كتشوفوا راه هذاك غير الماء، انا غير داير فيها الماء ماشي العصير هذاك. صافي وغادي نطحنوا المكونات ديالنا حتى كينطحنوا مزيان في هذه العمليه الاولى. صافي كطحنوهم مزيان كما كتشوفوا. الى وصلتوا لهنايا ما تنساوش تشتركوا في القناه وتخليو لنا واحد الكومنتور زوين وتدعمونا في القناه باش نزيدوا نستمروا نقدموا واحد المحتوى اللي هو مفيد. صافي بعد ما طحنا هذاك العصير صافي غادي ندوزو نصفيوه بشي صفايه كما كتشوفوا. غتصفيو العصير ديالكم وتحيدوا منه دوك الشوائب اللي كيكونوا فيه. صافي وملي غادي يتصفى لنا غادي نخليوه على جنب. يعني راه كيجي واحد العصير بمذاق النعناع والحامض، كيجي واحد المذاق اللي زوين وهو صحي، ما فيه لا السكر لا والو. بطبيعه الحال اللي بغى يدير السكر يديرو. صافي بعد ما صفينا غادي ندوزو نقطعوا هاد السويله. انا هاد السويله قطعتها بهذا الشكل باش واحد جزء انني نزوق به وجزء الاخر غادي ندير به غير نص باش غادي ندير العصير. غير نص راه كيخرج لنا تقريبا يطرو. صافي هنايا غادي نحيدوا هذيك الزريعه. كاين اللي كيبغي يطحن به هذيك الزريعه، راه هذيك الزريعه حلوه، اللي بغى يطحنها يطحنها. انا هنا اختاريت ما نديرهاش. صافي هنايا غادي نقطع هاد السويله. انا حيدتها بهاد ديال الايس كريم. صافي كما كتشوفوا نتوما قطعوها باي طريقه بغيتو. صافي وغادي نديروها في واحد المونينيكس. ومن الاحسن باش يجيكم العصير زوين تختاروا شي سويله اللي هي حلوه، ما كانش تزيدوا لها السكر. صافي غادي نديروا هذاك السويله كما كتشوفوا، نزيدوا عليها هذاك العصير اللي درنا في الاول ديال الحامض والنعناع. صافي وغادي نزيدوا واحد الكاس ديال الماء وغادي نطحنوهم كما كتشوفوا. غادي نطحنوهم مزيان حتى كنطحنوا راه دغيا كنطحنوا لنا هذا العصير. يعني كيجي واحد العصير اللي زوين ومنعش وساهل وصحي. الا ما درتوش فيه السكر استبدلتوا الحلاوه ديالو بالتمر كيجي صحي، يعني ما غادي تخافوا ما والو. صافي هنا كنطحنا العصير ديالنا كما كتشوفوا. انا هنا كندوق راه كيجي واحد العصير اللي هو رائع. دقتو هنايا جاني واحد العصير بهذاك المذاق ديال النعناع والحامض كيجي يا سلام. صافي هنا غادي ندوزو نقدموه. تجيب واحد المكعبات ديال الثلج وصافي وغادي نديروا العصير ديالنا كما كتشوفوا. راه واحد العصير اللي هو زوين بزاف ونتمنى تجربوه. وما تنساوش تشتركوا في القناه وتخليوا لي واحد ابوني ودعموني باش نزيد نقدم واحد المحتوى اللي هو مفيد. صافي هنايا العصير ديالي قدمته بهذا الشكل، درت له واحد القطعه ديال الحامض والنعناع. صافي جا زوين وبالصحه والراحه، ونشوفكم فيديو جديد.